السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في كل مكان. تعالوا كده شوفوا احنا هنتبل فخدين ضاني. بسم الله ما شاء الله عليهم. بصوا طبعا دي انا كنت دبحاها وانتوا شفتوا الفيديو. حاجة زي العسل اهي، حاجة بلدي بلدي 100%. نبتدي بقى المقادير بإذن الله. شوفوا يا حبايبي، دي مية بصل، دي حبايتين طماطم كده، على حباية بصل حلوة كده كبيرة شوية، على قرنين فلفل حامي، دوت بهارات مشكلة، دوت فلفل اسمر، دوت شوربة ماجي طبعا عشان الطعم برضك، ديت كده بهارات للحمة المشوية هي بتتباع جاهزة كده، ودوت سماق، دوت حبهان، جوز الطيب. نشوف بقى كده، ومج طبعا، مج الا ربع كده خل، المج ده بتاع القهوة الصغير خالص يا جماعة اهو، ونص مج زيت زيتون، وطبعا ملح. ونشوف هنتبل ازاي مع بعض. اول حاجة نبشر جوزة الطيب كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. جوزة الطيب دي جميلة قوي يا جماعة، تخلي الاكل حلو كده. وكل اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده البهارات بتاعتنا يا جماعه نحطها كده اهي. دي طبعا الحبيتين الطماطم مع البصلايه مع القرنين الفلفل كده حامي. نقلب ده كله كده كويس اهو، مع زيت الزيتون مع الخل يا جماعه بيفتح انسجه اللحمه كده، بيخلي اللحمه يعني بالذات تحت المشويات ناعمه كده وحلوه باذن الله. ملح اهو، نسمي الله كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اهو. ندوب بس الملح ده كله كده في بعضه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بألف هنا وشفا لكل اللي ياكل يا رب اهو. كده الملح يحتفر داب معايا خالص اهو. نجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي هنحط فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح يا جماعه اللحمه كده بالسكينه اهي. عشان كلها تشرب من التتبيله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تتبيله ريحتها جميله قوي يا جماعه والله. بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه حلوه بقى وانت اللي عاملاها. نقلبها برضو الناحيه التانية اهي، نفتحها برضو اهي اهي عشان تبقى كده. لازم تفتحيهم كل حته كده عشان تشرب من التتبيله. طبعا انا كده عاملاها من بالليل يا جماعه، هسيبها لبكره بعد الظهر كده لحد ما اجي اعملها او العصر. يعني هسيبها في التتبيله دي براحتها خالص في التلاجة اهي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حاجه زي العسل، والمره المليون اللي ايدك تعمله احلى مليون من اللي انت هتجيبيه من بره اهو.
كده شربت خالص من التتبيله اهي. نجيب الفخده التانية. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي ياكل. بصوا يا جماعه دي طبعا الفخده اللي ورا يا جماعه، ودي اللي قدام اهي. اهي لازم نفتحها كده عشان تشرب من كل التتبيله اهي. كده خلاص بقى، ده احنا مش فتحناها، ده احنا شرحناها يا جماعه اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهي. نقلبها برضو اهي. اهي لازم نعملها كويس يا جماعه كده، معلش عشان ايه تبقى حلوه كده، نبقى ضامنين ان اللحم كله شرب من التتبيله الحلوه دي اهو. طبعا انا فاتحاها وبحط بالمعلقه كده برضو عشان اضمن ان اللحم يبقى حلو شارب من اهو. نحط دي كده حته برضو كده من الظل، نحطها معاها كده اهي يا حبايبي. نعملها برضو اهي اهي اهي. نحطها كده ورا، نحط فيها تتبيله اهي بس يا اهي. نقلبها برضو اهي. كده بإذن الله هتكون شربت من التتبيلة دي بإذن الله، وهتبقى حلوة إن شاء الله بأمر الله. برضو ما نسيبش حاجة في التتبيلة عشان حرام اهي. لفتها كده بالستريتش يا جماعة عشان هتحط في التلاجة اهي اهي يا حبايبي. كده بقى هسيبها من دلوقتي كده لحد بكرة، يعني ان شاء الله كده هتبقى في التتبيلة قاعدة تيجي 10 ساعات كده، هو ده المطلوب. وارجع لكم بقى وانا بشويها ان شاء الله اهو يا حبايبي. كده بعد ما اتبلت في التلاجة، احنا عاملينها بالليل، كانت الساعة 8 كده، دلوقتي الساعة 2 الظهر. شوفوا بقى انتوا احسبوا التتبيلة قاعدة قد ايه. نسمي الله كده ونفتحها. طبعا الفرن انا مولعاها من قبلها يا جماعة اهو. شوفوا دي كده هحطها على الرف التحتاني اهو اهو. اهو طبعا هغطيها بورق سلوفان اهو اهو يا حبايبي اهو يا حبايبي. عملتها بورق سلوفان كويس، ورقتين كده عشان ايه تضغط عليها البخار تقوم تستوي بسرعه. هي اصلا كنت انا اللي دبحاها. بصوا تعالوا معايا كده اهو. طبعا الرف تحت خالص اهو عشان تدي للغليان وكده حبايبي.
اهو حطها كده وارجع لكم بقى ان شاء الله في التقديم، لان الفيديو طول جامد مني مع التتبيله. اهو يا حبايبي كده هنعمل ادام في فخده ضاني، لازم يكون في كفته ضاني برضو، وهنعمل رز بسمتي معاكم كده. بصوا ورق لورا اهو، شوربه، ليمونه محروقه اهو، قرفه، حبهان، هي دي البهارات بتاعتنا. طبعا الماده الدهنيه انا حطاها هنا اهي. بصوا مجرد ما هحط كده، بصوا لازم التحميصه دي يا جماعه بتدي الرز البسمتي ريحه وطعم فوق الخيال. وريهم كده يا بنتي اهي. بصوا كده بقى هحط الرز بتاعي عشان الحله كانت سخنه قوي، حمصت بسرعه. ده رز بسمتي يا جماعه، النوع سعده. انا عملته قدامكم كتير، بس انا عشان الوصفه النوبادي عامله فيها رز قلت كده اجيب وانا بعمله كده قدامكم اهو يا حبايبي. كده انا هشوحه وارجع لكم تاني واما اجي اسقيه شوربه عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. اهو كده هنحط نص صباع زبده يا جماعه كده للطعم برضو. كده هقلب كويس اهو كده تشوح جامد. هزوده وهرجع لكم تاني اهو يا حبايبي. كده بعد ما زودناه كل حاجه زي العسل قدامكم. طبعا لما يقرب يستوي ارجع لكم برضو تاني اهي يا حبايبي. الكفته كده هنسويها وارجع لكم تاني برضو لما الكفته تطلع من الفرن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايبي. كده طبعا الاكل بتاعنا جاهز اهو. طبعا عصير جوافه اهو، مكرونه محمره، كاتشب، سلطه، عسل نحل طبعا عشان المشويات اهو. طبعا حاطين عسل ابيض اهو، عسل نحل طبيعي. ودوت الفخدتين يا جماعه. بصوا الفخده دايبه دوبه اهي. بصوا اللحمه بسم الله ما شاء الله عليها، والكفته اهي، والرز البسمتي شوفوا معمول ملون اهوت. هو حاجه زي العسل قدامكم اهو. طبعا ان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى متابعين في كل مكان. انتشروا يا رجاله.